او تاني هرمونات عندي اللي هي الانسولين اللي بيخزن الدهون، ده برضه قليل. فهو جسمه ما عندوش قابليه عاليه لتخزين الدهون وما عندوش قابليه عاليه لتخزين العضلات. فهتيجي تعمل مثلا انبادي هتلاقي نسبه العضلات عنده قليله ونسبه الدهون عنده قليله. فده ما عندوش اي مشكله صحيه غير ان الهرمونات بتاعته قليله. هو ده طبيعي، ربنا خلقه كده، يعني هو جيناته كده، طبيعه جسمه كده. ده نتعامل معاه ازاي؟ ده هنتعامل معاه بكل بساطه. احنا مش بنقول هي المشكله مشكله هرمونات. طيب انا هحاول ادي حاجه تستفز الهرمونات دي. طب انا استفز الجروث هرمون والتستوستيرون، استفزهم ازاي؟ استفزهم بالرياضه. فيبدا يلعب الرياضات اللي هتحفز الجروث هرمون وهتحفز التستوستيرون. الرياضات دي بتبقى بنقول عليها سترينث اكسرسايز، رياضات شديده، رياضات قويه، يعني من الاخر هيشيل حديد سواء راجل او ست. والستات عندها اعتقاد ان هي لو راحت الجيم تاني يوم وشالت الدمبل البينك الصغير ال 2 كيلو ده، خلاص انا ايه، هبقى بيج رامي تاني يوم، هبقى خلاص جسمي هيضرب وشكلي هيبوظ. الكلام ده مش صحيح طبعا. يعني عشان واحد يوصل للبادي بيلدرز يبقى مشرخ كده عنده الديفينيشن عالي، ده بياخد معاه سنين، يعني ممكن من شهور لسنين الشكل ده، ويوصل لنسبه دهون قليله جدا عشان يبقى بالشكل اللي هو المخيف اللي احنا خايفين منه ده كبنات. فبالتالي اول حاجه ابدا العب الرياضات التي سوف تزيد من افراز الجروث هرمون والتستوستيرون، اللي هي الرياضات العنيفه، شيل حديد، رياضات شديده، كروس فيت مثلا، تمام. فدي اول حاجه.